السلام عليكم أصدقائي. اليوم وصفتنا كيكة سويس رول. كيكة طيبة وسهلة. نبدأ بالمكونات. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ب4 حبات بيض بحرارة المطبخ. بسم الله وما شاء الله. نفصل البياض عن الصفار. هون رح أبدأ أفصل البياض عن الصفار. بسم الله الرحمن الرحيم. لأني نحن هون رح نخفق البياض لحال والصفار لحال، تطلع كيكتنا هشة وخفيفة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هون بنحط الصفار على الطرف ونبدأ بالبياض. بنضيف على بياض البيض رشة صغيرة من الملح، وبنضيف نص كاسة سكر. طبعا هون الكاسة حسب الرغبة، فيكن تضيفوا كاسة، وبنخفق ليصير عنا قوام كريمي. بسم الله وما شاء الله، اللهم صل على النبي. قوام كريمي لما ما نحصل على قوام كريمي. طبعا هون نحن أول ما بدأنا بالوصفة بنشغل الفرن على حرارة 180 مدة 25 دقيقة تقريبا، ومنطلع كيكتنا من الفرن. ما ننسى نشغل الفرن أول ما بدأنا بالوصفة. بسم الله ما شاء الله. أنا هون عم بخفق بياض البيض، رح أضيف ظرف فانيليا. هون أنا خفقت بياض البيض بحطها على طرف، ونبدأ بصفار البيض. طبعا طلعوا ما شاء الله، يعني بياض البيض طلعت معنا قوامه كتير منيح. هون رح نبدأ بصفار البيض. طبعا هون بخفاء اليدوية نخفق شوي صفار البيض، عفوا صفار البيض، ونرجع بنضيف عليها نص كاسة من الزيت. نحن عم نخفق طبعا. بسم الله وما شاء الله. بسم الله وما شاء الله. هون رح نضيف نص كاسة حليب. بعد ما ضفنا الحليب بنضل نخفق شوي خفاء اليدوية مدة دقيقة تقريبا. هون راح نضيف كاسة وحدة من الطحين. ندخل كاسة طحين. طبعا الكاسة هي موجودة بكل منزل. بعد ما نخلنا طحين بنضيف ظرف من خميرة الكيك، ومنضل هون هلا بنخفق بخفاء اليدوية. طبعا هون بنضيف الخليط على بياض البيض، بنضيفها كلياتها. طبعا هون نبدأ من نحرك الخليط، بنحرك من تحت لفوق. خليطنا هون صارت جاهزة. بسم الله وما شاء الله على القوام الحلو. طبعا هون نحن بصينية الفرن لازم نمد ورق الزبدة، ومنضيف الخليط
بعد ما جهزت معنا خليط يلا على الفرن. بسم الله وما شاء الله. هون بعد 20 دقيقة كيكتنا جهزت وطلعناها من الفرن. هي وسخنة رح نضيف عليها ورق زبدة وحدة تانية نضيف على الوجه. بعد ما حطيت ورق الزبدة كرمال اقلبها على طرف التاني. بسم الله وما شاء الله. بعد ما قلبنا الكيكة بنشيل ورق الزبدة التحتانية بنشيلها على الخفيف. كيكتنا هي وسخنة الورق الزبدة بكل سهولة بتقوم معنا كرمال ما تلزق. بسم الله وما شاء الله. بعد ما شلت الورق الزبدة رح أبدأ ألفها هي وسخنة بتلف معنا بكل سهولة. بعد ما لفيناها بورق الزبدة منريحها مدة نصف ساعة تقريبا لتبرد معنا. فيكن تريحوا الكيكة بالبراد فيكن تعيفوها على الطاولة. بسم الله وما شاء الله. هون رح أبدأ بكريم الشانتي. أنا هون عندي ظرف كريم شانتي طبعا الحشوة اختيارية. بسم الله وما شاء الله. هون بعد ما ضفت ظرف من كريم شانتي رح أضيف عليها كوب إلا ربع حليب بارد نبدأ بنخفقهم ليصير عنا كريم. طبعا هون مثل ما حكينا الحشوة اختيارية فيكن تحشوها مربع فيكن تحشوها كريم يلي بتحبوا فيكن تحشوها من الشوكولاتة النوتيلا فيكن اللي بتحبوا. طبعا هون بعد ما خفقنا الكريمة بنحطها مدة 10 دقايق بالبراد بالفريزر كرمال تبرد معنا. بسم الله وما شاء الله. هلأ نبدأ نحشي الكيكة. ما شاء الله. هلأ أنا بدهن الكيك كلياتها طبقة من الكريمة. بعد ما حشيناها كريمة نبدأ هلأ نرجع منلف الكيكة ومنريحها نصف ساعة وبعدين بنقدمها. اختيارية راح أضيف من سكر البودرة. بسم الله وما شاء الله. أنا راح أبدأ هون قطع الكيكة بخيط الرفيع تطلع القطعة الكيكة كتير حلوة وبكل سهولة فينا نقطعها. وصفتنا جهزت. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمتها نكهتها كتير طلعت طيبة. كيكة هشة جدا وطيبة. بتمنى تجربوا الوصفة سهلة وطيبة. ما تنسونا من لايك والاشتراك وشير لفيديوهات لأصدقائكم. الله يسعدكم جميعا يا رب.